لم يعد الحجر والزجاجات الحارقة السلاح الوحيد بيد شبان فلسطينيين يواجهون جنودا مدججين بأحدث أنواع الأسلحة، بل استخدم هؤلاء الشبان سلاحا جديدا يعتمد على القيام بأفعال طريفة ومضحكة يقارعون بها جنود الاحتلال غير آبهين بهم ولا برصاصهم. بالقوة والجرأة والفكاهة تسلح هذا الفلسطيني وأدى الدبكة الشعبية ليستفز بفرحه جنود الاحتلال، وبطريقة مشابهة رقص آخر متجاهلا فوهات البنادق المصوبة تجاهه والرصاص الحي الذي قد يصيبه بأي لحظة. وفي مكان آخر وبكل ثقة وشجاعة قام هذا الشاب بإبطال مفعول قنبلة غاز أطلقت على المتظاهرين، متحديا مطلقيها ومعطيا دفعة من الحماس لأقرانه في الميدان. وما بين الرقص والدبكة بحث البعض عن مكان وسط الإطارات المشتعلة يأخذون فيه استراحة يستجمعون بعدها قواهم ويكملون ما جاءوا لأجله. أما هنا فقد حول هؤلاء الفتية ساحة المواجهات لملعب كرة قدم، بينما اختارها غيرهم للاحتفال بعيد ميلاد أحدهم، رغم أن كل ما يحيط بهم من جنود ورصاص يوحي بأن لا عمر جديدا سيكتب، فاستبعاد الموت في هذا الظرف مفارقة كبرى.